ازيكم؟ النهارده الحلقه ديت هتفيد اي عريس جديد، وهتفيد اي حد بيوضب شقته وعايز ينزل يجيب قطع اساس او عفش. الحلقه ديت اخطاء لازم تتجنبها وانت بتشتري العفش. اول حاجه لازم تكون واخد مقاسات الشقه كامله والابعاد والفراغات بتاعه الشقه اللي انت هتجيب فيها العفش او الاساس ده، علشان ما تلاقيش الشقه بعد كده مزدحمه. ما تنزلش تجيب قطع اساس لمجرد ان انت دي عاجباك، وفي الاخر تلاقي نفسك جايب قطع اساس كتير وتلاقي الشقه زحمه مفيش ممرات تمشي منها، او تلاقي الشقه كلها مزنوقه تبقى ماشي بجنبك. ما ينفعش. ودي حصلت كتير على فكره، مش كلام انا بقوله كده وخلاص. الحاجه التالته، ما ينفعش تروح تجيب مثلا انتريه كلاسيك وانت عامل الشقه كلها مودرن. طبعا ده ما ينفعش، لان الشقه كلها يا تبقى مودرن يا كلها تبقى كلاسيك. ما ينفعش اروح اجيب صالون في وسط انتريهات مودرن وستاير مودرن كده، مش هيديني شكل حلو في الشقه خالص. الحاجة التالتة، لازم تبقى واخد بالك جدا جدا من حتة ان انت عامل الشقة مودرن يبقى تجيب كلها مودرن. ما ينفعش تجيب صالون كلاسيك في وسط انتريهات مودرن، او في وسط شقة كلها مودرن. الحاجة الرابعة لازم تبقى واخد بالك منها قوي، الدهانات. الدهانات لازم تجيب اساس او عفش متماشي مع الدهانات. ما ينفعش تجيب الوان مختلفة كلها عن بعضها، مش هيديك شكل حلو في الاخر. ولو انت مش عارف تظبط دي، تقدر تظبطها ان انت توقف الشقة على الوش الاخير لغاية لما تختار العفش بتاعك وتحجزه عند الراجل او عند المكان اللي انت بتجيبه منه، وتدي الوش الاخير وترجع تجيب العفش، هتلاقي الشقه كلها متماشيه مع بعض. خد بالك من شويه الحاجات دي، عشان الحاجات دي هي اللي بتظبط الشقه وتخلي شكلها في الاخر شيك وانيق. اشوفكم الحلقه الجايه.